يواصل مشروع الهلال الأحمر الكردي الصحي تقديم الخدمات الصحية لسكان كوباني وريفها، وبدأ هذا المشروع منذ فترة طويلة في ريف كوباني، ويعمل فيه 8 أشخاص بينهم أطباء نسائية وأطفال ومسعفين. وزار فريق المشروع حتى الآن 125 قرية وقدم المساعدة الصحية لسكانها. ومن جهة أخرى سيقوم مكتب النازحين في الهلال الأحمر الكردي بتنفيذ مشاريع ترميم منشآت المياه لخدمة النازحين المقيمين في كوباني والقرى المحيطة بها. نقدم هون خدمات للنساء، الحوامل، لمراقبة اللولب، منع حمل، التهابات نسائية، أي أمور بتخص النساء، تخطيط حمل، ونعالجهم إن شاء الله. هون عنا بالعيادة متنقلة، كل يوم بنروح على قرية، وهذا المخطط صار له فترة منيحة نمشي فيه. بالنسبة للنساء بس أهم شيء إنه كل مين خصوصا بهالشوب هذا يلتزموا بالبيت قدر الإمكان، التعب الكذا، ضربة الشمس والحر، ودائما مراقبة الحمل على القليلة كل شهر، يشوفوا على الإيكو، يراقبوا على الإيكو سواء حمل أو اللولب كل 6 شهور على القليلة مرة. ونحن هدفنا هون نساعد هالعالم الموجودة. بالنهاية نحن هون منظمة إنسانية عم نحاول نقدم الخدمات اللي بتساعد وبتفيد العالم.